ايه اللي لازم تعرفه قبل تالتة ثانوي؟ لو انت داخل تالتة ثانوي ولسه بادئ ومش عارف السنة دي المفروض تعمل فيها ايه، فالفيديو ده معمول ليك. لان تالتة ثانوي مش لازم تبدأ وانت خايف او انت حاسس انك لازم تذاكر 12 ساعة في اليوم او كده. اول حاجة لازم تعرفها ان تالتة ثانوي محتاجة استمرارية اكتر من انها محتاجة مذاكرة كتير في كل يوم. انا ما تذاكرش 10 ساعات النهاردة وبعد كده تسيب المذاكرة يومين ثلاثة. الافضل انك تستمر كل يوم حتى لو عدد ساعات قليل. تاني حاجة ما تراكمش اي درس جديد، تحاول تخلصه في وقته، لان التراكم بيخلي الحاجة الصغيرة تبقى كبيرة والمشكلة الصغيرة بتبقى اصعب، وبعدها فجأة تلاقي نفسك متأخر وكل مادة عليها كذا درس. تالت حاجة ما تكتفيش بسماع الشرح. انك فهمت الدرس وانك بتسمعه مش معناه انك هتعرف تحل، لان لازم بعد الشرح حل وتشوف اخطائك وترجع للحاجات اللي انت وقعت فيها. رابع حاجة اختار مصادر مذاكرتك وما تشتتش نفسك. ما تفضلش كل شوية تغير المدرس وتغير الكتاب وتغير طريقة المذاكرة لمجرد ان انت مش فاهم او ان انت بتستخدم حاجة تانية او شايف حد بيستخدم حاجة تانية. خامس نقطة، اعمل جدول واقعي. ما تعملش جدول مكون من 15 مهمة في اليوم وانت اصلا مش عارف تكون حاجة ولا حاجتين في اليوم. اعمل جدول مناسب لوقتك وظروفك، والاهم انك تلتزم بيه. سادس حاجة مهمة، ما تقارنش نفسك بحد. في اللي بدأ قبلك وفي اللي بادئ متأخر، كل واحد وله ظروف. مهم تعرف مستواك انت وايه اللي انت محتاج تحسنه. سابع نقطة والاهم، ما تخليش يوم يضيع معاه اسبوع كمان. لو قصرت في يوم عادي، ارجع اليوم اللي بعده وكمل. اكبر غلطة انك تقول خلاص انا وقيت النهارده، خلاص هكمل من الاسبوع اللي جاي او هبدأ من الاسبوع اللي جاي. وفي النهاية اعرف ان تالت ثانوي سنة مهمة، لكن ما تخليش حد يخوفك منها. انت مش محتاج انك تكون عبقري، انت محتاج استمرارية وحل ونظام، وانك تعرف اخطاء فين وتصححها. ولو بدأت السنة بالفعل وانت مش منظم وقتك ومش مرتب، فما تقلقش، فانت تقدر تنظم وقتك وتبدأ صح من النهارده. ولو عايز تعرف تعمل كده ازاي، فاستنى الفيديو الجاي، هنزلك 10 خطوات لازم تمشي عليهم في بداية تالتة سنة.